قبل ما نبدأ ما تنسوش الدعاء لإخوانكم في كل مكان، نسأل الله أن يفرج عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مواقف في حياتنا يا صاحبي المفروض تكون جد، زي مثلا لما نروح عزا أو حد يتكلم في موضوع حزين، أو حتى لما مديرك يزعق لك في الشغل بس تلاقي نفسك فجأة بتضحك. مش ضحك فرحة، لا ده ضحك غريب ملوش تفسير، وساعتها هتقول في سرك هو أنا مجنون إزاي بضحك في الموقف ده أو في العزا ده. حضرتك جاي تعزل ولا جاي تهرج؟ انا جاي اهرج. اتأدب. بس الحقيقة انك انسان طبيعي جدا، بس جسمك بيتعامل مع التوتر بطريقة مختلفة. الموضوع ليه تفسير نفسي وبيوضح قد ايه الانسان معقد اكتر ما احنا متخيلين. اهلا بيكم في قناة سؤال ومعلومة، معاكم مصطفى بسيوني. النهاردة هنجاوب على سؤال: ليه بنضحك بالمواقف الغلط زي العزا مثلا؟ بس لو لسه جديد في القناة احب اقول لك نورتنا، متنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، وحلمنا نوصل 1000 مشترك قبل نهاية السنة. يلا بينا. الضحك العصبي هو نوع من انواع ردود الفعل الغريبه اللي بيعملها جسم الانسان لما يبقى مش قادر يتحكم في نفسه. يعني لما تكون في موقف، في ضغط، في حزن او توتر جامد جدا، المخ بيحاول يفرغ الشحنه دي باي شكل. بدل ما تقعد تعيط او تسكت تقرر تضحك، مش لان الموقف مضحك، لان المخ بيحاول يهرب من الاحساس المؤلم ده. زي واحد حاسس ان الدنيا سودة قدامه فيقوم يضحك ضحكه ملهاش معنى. بس الضحكه دي بالنسبه له ضحكه تنفسيه، بيفصل نفسه عن وجع اللحظه شويه. العزا بالذات بيجمع كل انواع الضغط النفسي في مكان واحد: جو هادي، حزن في كل زاويه، وجوه مكشره، وصمت طويل بيخنق. الجو ده بيخلي المخ في حاله توتر رهيب. اي حركه بسيطه، اي صوت مختلف ممكن تكسر الموجه دي من الكآبه، والمخ بيستغل اللحظه دي ويقول لك اضحك. مش لانك مبسوط، لكن لانك مش قادر تتحمل الجو ده، فبدل ما تعيط تضحك. وده دفاع غريب بس فعال جدا. علميا لما بنتوتر او نحزن جامد، هرمونات زي الادرينالين والكورتيزول بتعلى جدا في جسمنا. المخ بيبقى تحت ضغط والاشارات العصبيه بتتلخبط. الفص الجبهي في المخ اللي مسؤول عن التحكم في المشاعر بيبقى عايز يسيطر على الموقف ده بس مش قادر، فبدل ما يقولك عيط يقولك اضحك. وده بيحصل بسرعه جدا من غير ما يكون عندك وقت تفكر او تتحكم فيها. اهم نقطه: الضحك العصبي ده مش فرحه ولا استهتار خالص ولا حتى سخريه من الموقف، هو مجرد طريقه غريبه جدا للجسم بيستخدمها علشان يتعامل مع حاجه مش قادر يواجهها. تخيل مثلا حد بيقع في موقف محرج جدا، بدل ما يستخبى ويعيط يضحك عشان يهرب من الاحراج ده. هو مش مبسوط بس بيحاول يخفف عن نفسه. مثلا واحد رايح يعزي والجو كئيب جدا، وفجأة طفل صغير يقول حاجة مضحكة، الناس كلها تمسك نفسها بالعافية، مش لأنهم مش محترمين، لكن لأن الجو التقيل ده فجر الضحك. ده مش استهتار تماما. بنت في امتحان صعب جدا، الورقة كلها أسئلة، أو ولد في امتحان صعب الورقة كلها أسئلة، مش عارفة أو مش عارف يحل فيضحك، مش لأنها مستهتر أو مستهترة، لكن لأن عقلها مش مصدق اللي ده بيحصل. واحد بيتخانق مع حد وفجأة يبدأ يضحك، مش استهزاء بس من التوتر. الحقيقة ان الناس اللي بيحصل لهم كده وبيقولوا انهم حساسين جدا، مش لانهم ضعاف او بيستهتروا باللي قدامهم، بالعكس دول بيحسوا بالمواقف اضعاف الناس التانية، بس مش بيعرفوا يعبروا عنها صح. فالضحك بيبقى طريقة دفاعية، بدل ما ينهار يضحك، وبدل ما يعيط يهرج. في ناس كتيرة بتحكم بسرعة ازاي تضحك في وقت زي ده، بس محدش بيسأل هو بيضحك ليه. اللي الظاهر دايما هو اللي جواه. في ضحكة وراها خوف، ودي في ضحكة وراها وجع، وفي ضحكة وراها توتر ما بيتوصفش. يعني مش كل ضحك معناه سعادة، ومش كل دمعة معناها حزن. في دراسات كتيرة اتعملت على الظاهرة دي. الضحك العصبي وسيلة دفاع طبيعية ضد المشاعر القوية، وفي علماء قالوا ان الضحك وقت الحزن بيساعد الجسم يوازن بين المشاعر المتضاربة. زي ما تقول كده المخ بيعمل تسريب المشاعر بدل ما تنفجر جواه. اول حاجه اعرف انك مش لوحدك، الضحك العصبي بيحصل لناس كتيره جدا، حتى الاطباء والممثلين والمعلمين. بس لو الموقف فعلا حساس زي العزا مثلا، حاول تعمل الاتي: خد نفس عميق لما تحس ان الضحك جاي، خد شهيق عميق وطلع النفس بهدوء، ده بيهدي المخ. حول تركيزك، بص في الارض او فكر في حاجه تانية سريعه، دي طريقه كويسه تفصل بيها بينك وبين التوتر. ما تكرهش نفسك لو ضحكت في موقف غلط، ما تفضلش تلوم نفسك، افهم ان ده رد فعل نفسي مش اخلاقي. تعلم تعبر، لو انت من الناس اللي بتكتم مشاعرها، حاول تتكلم اكتر عن اللي جواك، وكل ما تعبر اكتر الضحك العصبي بيقل. الضحك جدار دفاع، الضحك ساعات بيبقى الجدار اللي بنحتمي بيه وراه. لما نحزن بنضحك، لما نخاف بنضحك، ولما نحس بالعجز بنضحك. وده مش ضعف، ده نوع من الذكاء النفسي الغريزي. عقلنا بيقول لنا ما تواجهش دلوقتي، هزر شوية يمكن الموضوع يعدي. بصراحة ما حدش يقدر يمنع الضحك، لان دي حاجة لا ارادية، لكن نقدر نقللها ونفهمها. لما تبقى عارف ان ده بيحصل عشان التوتر، هتبدأ تتقبل نفسك وتعرف تتعامل مع الموقف بشكل انضج.
الضحك في المواقف الغلط مش جنان ومش استهتار ومش قلة أدب، هو رد فعل طبيعي جدا من جسمك بيحاول يواجه بيه الضغط اللي عليه. الضحك العصبي بيقولك أنا مش قادر أتحمل الحزن، فاسمح لي أضحك ثانية عشان أتنفس. بس مهم إننا نكونوا عارفين إزاي نفرق بين الضحك الحقيقي والضحك الدفاعي، وإزاي نحترم الموقف من غير ما نهزق نفسنا. في الاخر مفيش انسان ما بيغلطش، وكلنا بنتصرف تصرفات مش فاهمينها ساعات، لكن لو وقفت قدام نفسك وفهمت ليه بتعمل كده هتعرف تتصالح مع نفسك. فالمره الجايه لو لقيت نفسك بتضحك في وقت مش مناسب ما تكرهش نفسك، بس خد بالك من احساسك وحاول تهدي التوتر اللي جواك، لان الضحك وقت الحزن مش دايما جريمه، احيانا بيكون صرخه من جوه النفس بس صوت ضحك. وفي النهايه لو انت وصلت لنهايه الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، وبتمنى تدعمني عشان نوصل 1000 مشترك، انا بتعب قوي في المونتاج. سلام.